كل سنة آلاف الطلاب بيدخلوا الكليات، مش عشان هم عايزينها، لأ علشان مجموعهم وداهم ليه، وبعد سنة أو اتنين بيكتشفوا إنها كلية مش مناسبة ليهم خالص. النهاردة مش هقولك اختار الكلية اللي مجموعك يسمح لك الدخول ليها، هقولك ازاي تختار الكلية اللي فعلا تناسبك حتى لو مجموعك بيفتح لك أكتر من باب. خليك معايا لآخر الفيديو وركز في آخر نقطة، لأن آخر نقطة دي توفر عليك سنين ضايعة. الخطأ الأول اختيار الكلية بالاسم فقط. كتير من الطلاب بيختاروا الكلية علشان اسمها كبير بس في المجتمع، طب، هندسة، صيدلة، من غير ما يعرفوا حتى طبيعة الدراسة فيها أو سوق العمل بعد التخرج. مثال، كتير فاكرين إن كلية الهندسة عبارة عن شيء واحد، ولكن طبعا في اختلاف كبير بين الهندسة المدنية والهندسة المعمارية والهندسة بترول. كل تخصص من دول ليه طبيعة شغل مختلفة جدا وسوق عمل مختلف تماما عن الباقي. قبل ما تحط الكلية فعلا في التنسيق وتكون عندك الرغبة للدخول إليها، اعرف الأول حاجة مواد الدراسة الفعلية في السنين الأولى، مجالات العمل بعد التخرج مش بس الوظيفة الحكومية، جميع المجالات، تقييمات لطلاب درسوا في الكليات دي فعلا وعارفين الدنيا ماشية ازاي فيها. الخطأ تجاهل ميولك الشخصية. السؤال اللي محدش بيسأله لك انت بتحب ايه فعلا، مش ايه اللي المجتمع هيحترمه او ايه اللي هيرضي اهلك، ايه اللي انت بتستمتع انك تعمله. طبعا لو بتحب تتعامل مع الارقام والحسابات، كلية هندسة وحاسبات وتجارة شعبة تكون مناسبة جدا ليك. لو بتحب التواصل مع الناس اكتر، كليات زي اعلام او حقوق او طب هيكونوا مناسبين ليك اكتر واقرب لطبيعتك. النقطة دي مش مجرد نقطة رفاهية، ولكن النقطة دي هتساعدك في انك تعدي ايام الكلية بسهولة وما تبقاش بتعد الايام عشان التخرج. عامل مهم ولكن بيتنسي، سوق العمل مش في الوقت الحالي فقط، وانما بعد 5 سنين التخرج. كتير من الطلاب بيختاروا التخصص على حسب سوق العمل في الوقت الحالي، وده خطأ شائع جدا، لأن سوق العمل بعد سنين الجامعة وبعد التخرج بيتغير بشكل كبير، وبالذات في السنين الأخيرة. السنة الواحدة بتفرق جدا، وبعد سنين التخرج ممكن يكون السوق اتغير تماما. فكر، هل التخصص ده بيتأثر بالتكنولوجيا والذكاء الصناعي؟ هل في طلب متوافر عليه عالميا مش بس في سوق العمل المصري؟ ازاي ترتب التنسيق عمليا؟ اعمل قائمة بكل الكليات اللي مجموعك قريب منها، حتى لو مجموعك أقل منها بكتير ولكن أنت حابب تخشها، ممكن التنسيق يكون في صالحك والتنسيق يقل، وما تستبعدش إن هو يقل جامد واعمل حسابك على كده. قسم الكليات دي ل3 مجموعات: كليات أنت بتحبها فعلا وعندك رغبة شديدة في تدخلها، وكليات مقبولة، كليات هتختارها كحل أخير احتياطي بس. حط مجموعة الكليات اللي أنت بتحبها في الخانة الأولى حتى لو مجموعك بعيد عنها، لأن مفيش أي مانع إنك تحطها في الأول ومفيش أي مشكلة، وممكن التنسيق يكون ويخدمك وينزل وتخش الكلية اللي أنت حاببها. ما تركز في أول الترتيب الكليات فقط، وإنما ركز لحد آخر خانة، لأن كل خانة أنت هتسيبها أو هتختارها بإهمال ممكن تكون فرصة ضايعة عليك إنك تخش كلية تانية أو مجال أفضل من المجال اللي أنت هتخش فيه ده، أو تخش حاجة أنت مش حاببها. فركز لحد ما توصل لمنطقة أمان شديد، ولازم تكون عامل حسابك إن ممكن الحد الأدنى للكليات ينزل أو يقل. طب لو مش متأكد إزاي تقرر؟ لو لسه متردد بين كليتين أو 3، اسأل نفسك سؤال: لو مفيش فلوس أو مكانة اجتماعية في الموضوع هتختار إيه؟ الإجابة دي بتكشف لك حاجات كتير عن حقيقة رغبتك بعيدا عن ضغوط المجتمع. كمان نتكلم مع ناس شغالين في سوق العمل ده فعليا مش بس طلبة، لأن ناس اتخرجت فعليا وبدأت في شغل في سوق العمل رأيهم هيفرق معاك أكتر من أي شخص تاني بيتكلم كلام نظري فقط. الكلية اللي هتختارها مش نهاية القصة ولا هتحدد مصيرك بالكامل، لكنها بداية مهمة جدا، وكل ما اخترت بوعي أكتر كل ما هتوفر على نفسك وقت وطاقة فيما بعد. ما تختارش عشان الناس ولا تختار عشان الاسم بس، لازم تكون عارف اللي انت داخل عليه كويس. اختار على أساس ذات. لو الفيديو ده فادك ما تنساش تشترك في القناة وقول لي انت في أي مرحلة دلوقتي، لسه ما اخترتش وحيران، ولا اخترت وندمان، ولا اخترت وسعيد بيها؟ وطبعا اتمنى ان الجميع يكون سعيد باختياراته ويرضى بقضاء الله عموما يعني. سلام.